مساء الخير على حضراتكم واهلا بكم معانا وحلقه جديده من برنامجكم مشوار. كل واحد فينا في حياته مشوار. في ناس خايفه تبدا من المشوار، وفي ناس في نص المشوار، وفي ناس للاسف فاكره ان هي كملت المشوار. لكن طول ما احنا عايشين وفينا نفس على الحياه اكيد طبعا المشوار ما بيخلص. برنامجنا هيقدم لكم الموسم ده نماذج مختلفه جديده كبيره جدا من الشباب دي هنحاول بقدر الامكان ان احنا نوصلها ليكم الشباب الناجحه او النماذج الناجحه، عشان نقدم لكم مشاريع كتيره جدا. المشاريع دي انتوا هتستفادوا منها، لان كل مشروع او كل نموذج من اللي هو عامل المشروع ده احنا مش بس هنسلط الشخص ده ازاي نجح، لا بل بالعكس، احنا هنتكلم الشخص ده ازاي ان انت قدرت توصل للمرحله الكويسه في المشروع بتاعك. وهنبدا ناخد المشروع ونعرضه عليكم بحيث ان كل واحد منكم يقدر يستفاد من اي مشروع، وهنبدا نعلمه. وفي نفس الوقت كمان انتوا لو عندكم مشاريع كويسه ممكن تبعتها لنا على الصفحه، واحنا نبدا هنوصلكم بناس تقدروا ان انتوا تتعلموا منهم ازاي، او هم تكونوا مع بعض كويس جدا تقدروا تستفادوا من بعض وتقدروا تبداوا المشروع بتاعكم. وفي نفس الوقت كمان هنقدم النماذج اللي هي ضلت بها الطريق وخدت طريق تاني خالص علشان المكسب السريع. طبعا انتوا عارفين ان المكسب السريع عمره ما كان هو النجاح، دايما المكسب الصغير هو النجاح، لان هو اللي بيوصلك انك تكسب او بيوصلك للخبره وانك تكسب خبره كويس جدا. دايما الخبره هي اللي بتنجح، مش المكسب السريع هو اللي بينجح. وان شاء الله في الموسم اللي احنا فيه دلوقتي وعلى قناه الشمس باذن الله هنقدم لكم برنامج مشوار اللي هنبدا نعرض لكم فيه نماذج كتيره جدا. وان شاء الله بعد الفاصل هتشوفوا نماذج اللي هي فعلا قدرت يضل بيها الطريق وظلت بيها الطريق وخسرت كتير جدا. وان شاء الله وانتظرونا بعد الفاصل مع نموذج ضل بالطريق. سمعنا عن مشوار ناس كتيرة مشيت فيه وتاهت، قلنا نروح نشوف مشوارهم ده اللي سرق منهم شقى عمرهم وحياتهم وسحر لهم، وغرقوا في بحر الوهم وكانت النتيجة الضياع. الكارثة الكبيرة بقى في اللي عاش الوهم واتخدع ولسه مصدق ومقتنع إنه حقيقة بعد ما ضاع منه كل حاجة. معانا أشرف أحمد محمد موسى، ملقب بثعلب الصحراء، أو بيقولوا عليه ومشهور باسم أشرف المصري. أشرف المصري جري كتير، راح أماكن كتير، مشي ورا ناس كتير. مساء الخير. احنا سمعت عنك كتير، كل ما اروح في حته يقول اللي هيكلمك في الموضوع ده اشرف المصري. اشمعنى بقى كلمه اشرف المصري ولقبوا عليك ثعلب الصحراء؟ أنا اسمي أشرف، كنت بدرس في جامعة الأزهر. طبعا قابلت شخصية كان عندها حاجات وكده، حاجات دي اللي هي الاثار قصدك؟ زي الآثار وكده. فطبعا أنا ما كانش عندي خلفية ولا عندي حاجة زي كده. فطبعا أي إنسان في الدنيا واحد يجي يقول له مثلا في معايا كذا ويشوف الحاجة زي كده، الموضوع فيه هبة يعني. حاجة الفراعنة تمثال أو حاجة زي كده. بتشوف انت بتشوف الحاجات دي بعينك لما بتروح وبتقعد مع الناس دي؟ بتشوف التمثال وحاجه الفراعنه كل ده بتشوفه، ولا ده بيكون كلام مرسل من كل واحد وخلاص؟ كل ده كان كلام مرسل. وانت بنفسك انت لو شفت مثلا من الناس اللي هي بتنصب او الناس اللي انت بتقابلها في المجالات دي كلها، قابلت ناس نصابين كتير طبعا في المجال ده، طبعا. وناس اتنصب عليها كتير جدا. تمام. قصه كده صغيره من اقرب الناس اللي انت تعرفهم، بس مختصره كده، عن حد نصب عليه في مبالغ او اي حاجه. هو في ناس كان آخر حاجة لدرجة كان ليهم طرق معينة. ايه هي الطرق المعينة اللي في النصب؟ اخر حاجة كانوا توصلوا لها اللي هم الناس اللي بينصبوا على الموضوع دوت، بيستعينوا بحاجتين: حاجة اسمها عملي وحاجة اسمها شيخ روحاني. فبالنسبة للعملي كان بيعمل ايه؟ بيحفروا أوضة تحت الأرض ويعملوها طبق الأصل. في ناس حرفيين جدا ممتازين بالنسبة ان هم بيعرفوا ينحتوا القطعة ويطلعوها كأنها سليمة جدا.
ويحطوا لك الحاجات ديت تحت. وكانوا بيجي يعملوا مثلا بالنسبه للنحاس كانوا يجنزروه، تحس ان هو فعلا قديم. فكان يجي بيلعبوا على لعبه ايه، الانسان اللي كان يجي يقول لك تعالى شوف الحاجه بنفسك، كان ينزل يشوف الحاجه يتوهم. بعد ما كان يتوهم وكده يبتدي يسعى يجيب الناس اللي تشتري. من هنا بقى كانت بتحصل موضوع النصب. بس خلي بالك انت في حاجه قلتها لي واحنا برضو بنتكلم مع بعض قبل بدايه الحلقه، قلت لي في حاجه اسمها السميه او النصب عن طريق السميه. ايه بقى السميه دي؟ بالنسبه اللي هو القسم الثاني اللي قلت لك هما بيستعينوا بحاجتين، حاجه عملي وحاجه روحاني. فالروحاني بيخش بيشتغل بحاجه اسمها السميه، نوع من انواع السحر اللي هو بيقلب لك الحاجه غير على طبيعتها. يعني مثلا كان يجيب في قصه برضو، كان في ناس كتيره بتدور على الزيبق، وعلى ما اعتقد ما فيش حاجه موجوده اسمها زيبق. كان يجي مثلا يروح للناس الغلابه، الناس البسيطه اللي على قدها اللي على قدها اللي هو الناس اللي هي غير يضحك عليها على طول يعني. بيضحك فعلا عليها على طول. فكان يجي بعد ما بيشتغلوا يحفروا، يجي بعد كده هو ينزل يقوم ماسك حاجه في ايده، بيحاول بقى يبتدي الشغل اسمه شغل ده مين ده مين بقى اللي يعمل ده كده اللي بقى؟ هو الروحاني. انتوا بتطلقوا عليه ايه؟ بيطلقوا عليه اسم الشيخ، بس هو معلش الشيخ ده يعتبر شيخ كبير في اللغه يعني العربيه، لكن احنا بنقول عليه منطلق الرجل الروحاني. تمام. فبينزل تحت، فبيجيب اللي هي القطعه ديت اللي معاه في ايده وبيقلبها، يقول لهم يا جماعه انا وناس كتير قوي اتنصب عليها في مبالغ رهيبه بالنسبه للزيبق. لا هو بيقلب القطعه دي بيقلبها فعلا، يعني قطعه بتكون مثلا مضروبه ويقلبها حقيقيه، ولا ايه يقلبها ازاي؟ اللي بتتعمل كالاتي بالنسبه لشغل الزيبق، ان هو بيجيب الحاجه اللي زي كده ويقول لهم يا جماعه انا لقيت زيبق. الزيبق ده عباره عن ايه؟ ماده هو بيروحنها. بيعملوا بقى الزئبق دي اصلا بيحتاجوها لايه؟ والله هو بيقول لك بنحتاجها، والموضوع ده فعلا حصل قدامي وانا استغربت. جاب القطعه ديت وقعدوا في مكان نزل فعلا مبالغ فلوس، وقال لك ما ينفعش الفلوس دي، ده اسمه بقى شغل السيمياء. بسحر حاجه اسمها العين، نوع من انواع السحر. بينزل لك فلوس فعلا، والناس كلها بتبقى قاعده، اللي كانت شغاله وسابت الحفر وراحت قاعده. الكلام ده انا شفته بعينك؟ اكيد طبعا. وبالتالي الناس اللي هم الروحانيين يعرفوا اللي يعرفوا الكلام اللي انا بقوله اللي هو شغل السيمياء. فبيبتدي كالاتي، ايه اللي بيتم؟ يقول لهم يا جماعه دلوقتي ده عليه رصد او عليه حاجه عشان يتفك محتاج بخور معين. طب البخور ايه؟ طب احنا عايزين كذا مبلغ كذا. يبتدوا الناس يا عيني. طب ايه الشيخ المغربي يقول لك لازم الشيخ مغربي؟ اشمعنى شيخ مغربي؟ لان هم ناس متمكنين جدا في الروحانيات وبالنسبه للحاجات السفليه، لان شغل السيمياء دوت داخل. وبيفتح الشيخ المغربي بيفتح؟ مفيش حاجه كلام زي كده خالص، مفيش حاجه اسمها فتح. طب امال يجي يقول لك بس المقبره عليها جن، المقبره عليها شيخ، المقبره دي عايزه رقبه جاموسه ورقبه، الكلام اللي بنسمعه ده كله عن ان انا عشان افتح مقبره، ويبدا يجيب الشخص يقول لك عايزين فلوس عشان الشيخ عايز فلوس، ويبدا القصص دي كلها. اكيد انت قابلت الحاجات دي في طريقك مع الناس دي. ده نوع من انواع النصب. ده نوع من انواع النصب. السميه دي دراسه، يعني دي دراسه ولا ده علم ولا ده دجل ولا ده شعوذه؟ السميه، كلمه السميه هو شاغل يعني داخل في موضوع علم الروحانيات في الدجل وتحضير الجان لتغيير الاشياء من شيء لشيء عشان اقدر اقوم عينك انك تشوف اللي انا عايز اوريه لك. طب انت كنت اخر مره ما انا كنت بتكلم معاك برضو قبل الحلقه، كنت كلمتنا عن قصه كده واحده اللي هي اتنصب عليها مش عارف في مبلغ كبير برضو. اتنصب عليها ان كان الموضوع اللي انا قلت لك عليه، ان جابوا واحد وقال لهم احفروا هنا، وبعد ما حفروا فعلا هنا راحوا مطلعين الايه، راح هو نزل قال لهم يا جماعه احنا لقينا ايه، الزئبق دوت احنا من خلال بنؤمر الجن بيه عشان ينزل الايه، ينزل فلوس ويجيبوا فلوس. فطبعا اتبسطوا جدا. فطبعا اللي حصل فراح جم قعدوا وراح منزل لهم فعلا فلوس بالسحر بقى، اوهموا العين، وهم عيونهم ان هو فعلا، وشافوا الفلوس فعلا. قال لك بس ما حدش يقدر يوصل لها، بقى يجي يمسكوا الفلوس مش عارفين يمسكوها. قال لهم عشان نمسكها عشان تبقى حقيقيه لازما تتفك اللي عليها او السحر او الحاجات اللي عليها. بيبتدي طبعا الشيخ بيبقى راكب عربيه بالسواق بتاعها، بيوهموا الناس ان هو الراجل ده مبسوط جدا، والراجل فعلا فتح قبل كده اماكن كتير، والراجل فعلا وصل لاشياء. فبيديهم حته الثقه ان هم يقدر يسحب منهم فلوس. مشاكل كبيره حصلت من باب النصب ومن باب الاحتيال والحاجات دي كلها. مواقف كتير بتحصل، وبيقابلني مواقف كتير جدا، لدرجه ان انا بقت يعني في ناس كتيره بقت تتصل عليا وبقيت اعرفهم الحقيقه يا جماعه لا خلوا بالكم، بلاش الموضوع دوت، ده كذا، ده نصب، بلاش تجروا في الموضوع ده، لان الموضوع فعلا مش زي ما انتم متخيلين ان هو سهل وحاجات زي كده. في ناس ماتت كتير جدا بالنسبه للحفر. يعني انا قابلت ناس بتنزل تحفر ما يعرفوش طبيعه الارض عامله ازاي واتردمت عليها، ولسه الحادث ده كمان كان الكلام ده من كام شهر، واتنين ماتوا على ما اعتقد في وجه قبلي. ففي ناس بتموت، وفي ناس في بيوت وقعت، في ناس اتخرب بيتها بقت. طب ليه يعني انت شايف ده كله ليه؟ عشان ايه؟
الناس عايزه تغتني بسهوله. يعني انا كان في الاول في بدايه الموضوع لما ابتديت ادرس وبتاع واجري ورا الموضوع دوت، هو في نسبه مغامرات شيقه جدا، مغامرات كبيره جدا، وحاجات بتقابلك فعلا، حاجات عجيبه. هو عامه كل الناس او كل العالم عارف ان الفراعنه ليهم الغاز وليهم خبايا وليهم حاجات، يعني مهما كان الانسان في العصر الحديث وبالتكنولوجيا مش قادر يتوصل. فبالتالي يعني صعب ان الانسان يكمل في مع الناس اللي هم الفراعنه، ان هو يقدر يتواصل لعقلهم او في الحاجات الخبائيه اللي كانوا بيعملوها. اديني بقى تجربه انت عشتها في الفعل. في موقف حصل ان كان في ناس مصورين اثار فعلا حقيقيه، بس من اماكن يعني ايه زي المتاحف او حاجه زي كده، واخدين لقطات معينه. فطبعا بينصبوا عليها عن طريق الشرط الجزائي. فطبعا جم ابو يعني جابونا، اتصلوا عليا ورحت هناك عشان اشوف الحاجه. فطبعا جاب لك قطعه واحده، يعني اوريك التصوير يقول لك دي الحاجه دي موجوده ده مثلا. اللي انا بشوف اللي بيجيب لك ورقه زي بتاع النتيجه ويحط اللي جنب الحاجه ويبعته للشخص ويقول له أصل الحاجه دي بتاريخ اليوم. حاجه زي كده، يعني بيجيبوا لك تصوير اللي هو صوره من المتحف او من الاماكن اللي هي الحقيقيه، مجمع بعد القطع، تصوير حقيقي فعلا. ويجي لما يجي في المقابله يقول لك ايه، لا مش قصدي هو في واحد يجيب لك يقول له ايه صور لي الحته جنب النتيجه ده عشان يعرف. تمام، ده عشان يعرف ان ايه التاريخ دوت حديث، الحاجه دي لسه متصوره. فاللي بيتم كالاتي، بيجيب لك ساعه المقابله بقى والناس قاعده وكل حاجه، يجي يوريك التصوير، الحتت فعلا حاجه جميله وسليمه وزي الفل. وكمان يجي بعد كده بقى ايه، يجيب لك طب احنا عايزين نشوف الواقع، يجيب لك قطعه فعلا حقيقيه بس ليس لها قيمه. ده حصل معاك ده؟ حصل معايا فعلا بالتاكيد، ملهاش قيمه، يعني قطعه معموله من الحجر، يعني ملهاش قيمه ملهاش سعر. بيظبطوها بالظبط، بيجيبوا لك نفس القطعه الاساسيه. تمام. يجي بعد كده يقول لك ايه، احنا كده انت شفت الحاجه، طيب انت عشان بقى نشتري، بيشتغلوا في حته نصب الشرط الجزائي. يقول لك لا بقى حط شرط جزائي مثلا مبلغ، واحنا هنحط شرط جزائي مبلغ. وفعلا كان عايز يتنصب علينا في الموضوع بقى ايه، داخلين في شرط الجزائي، لان اصلا ما عندهمش الايه القطع الاثريه، لان هم مصورينها اصلا من اماكن ايه، من اماكن عامه او حاجه زي كده، لقطات معينه جايبينها. فبالتالي اللي يتم كالاتي، انا لما قعدت وشفت الوضع ده كله وبصيت على دوت، عرفت ان الموضوع حوار بيتعمل عشان خاطر ينصبوا بالشرط الجزائي، اللي هو ال 200,000 او 300,000 او 400,000 اللي بيحطوه. شكلك كده من كل الكلام اللي احنا قلناه ده، انا فهمت برضو منه انك لسه مصمم تكمل المشوار بتاعك ده. ليه الاحراج بقى دوت؟ لا والله لا والله عادي. الموضوع مش ان اكمل الموضوع، ان لو حد احتاجني في كمعرفه باشياء، مثلا حد اتنصب عليه او حاجه زي كده، بصراحه ما بتاخرش. في ناس عاشت الوهم واتأكدت انه وهم عن تجربة شخصية، ويحكوا لينا عن تجربتهم وتعلموا منها ايه. طرق جديده في النصب في عالم الاثار. استاذ كريم، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله يا فندم، ازي اخبار حضرتك؟ قطعنا شوط كبير جدا عشان نوصل لك هنا ونقف في المكان ده عشان نقدر نتكلم ونفهم الناس يعني ايه النصب عن طريق الاثار. وطبعا زي ما انا عرفت اتنصب عليك كتير، صح؟ الكلام مظبوط. نسمع بقى قصه من القصص اللي اتنصب عليك فيها دي. بس اقول لحضرتك على حاجه، بس قبل اي حاجه عرف من نفسك. انا اسمي كريم حسين، سافرت بره واتغربت فعلا فتره، رجعت بعد كده بلدي، قلت عايش هنا خلاص. ظهرت شركه اوبر، جبت عربيتين. جمعت كام كده لما جيت قلت ابدا بيهم مشروعي؟ يعني هقول مثلا نص مليون. تمام. بس عملت ايه بقى؟ طبعا اولادي كانوا عايشين عيشه كويسه طبعا، بس الحمد لله. جبت عربيات واشتغلت في شركه اوبر، كنت شغال شغل كويس لحد ما وقعت في حد لقيته بيتكلم طلعني ملياردير وانا قاعد في ثانيه. في المجال نفسه، في مجال الاثار. الاثار ده طبعا. عمل يحكي لنا بقى القصه كده كلها. الحفره اللي احنا واقفين فيها دي، جينا في يوم انا وهو، قال لي تعالى اوريك حاجه كده، قلت له طب يلا تعالى. ما كنتش اعرف ان هي قصه اثار او اي حاجه، فجيت طبعا وقفنا في ارض تي اللي احنا واقفين عليها حاليا. وقفت فبقول له انت جاي هنا ليه؟ قال لي ده ارضي ومش ارضي والحكايه، وهي مش ارضه اساسا. تمام. ارض تبع حد تبعهم، ده اللي عرفته فيما بعد. وقال لي ده ارضي، ده انا مشتريها وكده، قلت له ربنا يبارك لك يا رب. قال لي تصدق ان في اثر هنا، ده في شيخ امر كذا 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 كذا. قلت له بجاز الكلام ده ما يكونش مظبوط. طب ايه اللي اكد لك؟ قال لي انا متاكد منه. طب نقعد معاه؟ قلت له ما فيش مشاكل، نقعد معاه. بالفعل قعدت معاه واتكلمت معاه. الراجل ده لا هو مش نصاب وبس، ده ابو النصابين كلهم.
يعني بدأ معاك القصه ازاي؟ يعني بدأ بقى خدك معايا ازاي؟ قال لك قصة. يعني انت كراجل دلوقتي، أنا شايف ما شاء الله عليك، راجل متعلم وراجل فاهم، مش سهل نضحك عليك، مش سهل نتنصب عليك. تمام. ازاي دخلك بقصه اقنعك فعلا ان انا اطلع فلوس واديها له؟ ده بقى شغل بتاعهم هم الصخره. ده فعلا اللي انا اقول عليه دجال فعلا، ده اللي اقول عليه ساحر، لان فعلا السحر ذكر في القران. تمام. ده اللي بيسحر فعلا وانت موجود قدامه يعني فعلا. هو سحرك وانت قاعد؟ وانا قاعد وانا موجود قدامه. يعني سحرك وانت قاعد. ده بالكلام مظبوط، سحرني وانا واقف قدامه. حلو. وبعدين؟ بعد كده لو قلت له، لو قال لي ايه على الخاتم في ايدك ذهب، هقول له يا راجل الدرجه دي؟ اه للدرجه دي، لان هو بيسحرك بيغيبك عن وعيك. اه. وبعدين بعد ما سحرك وانت قاعد بقى، بدات ان انت تمشي معاه ازاي بقى ويجرك ازاي؟ قلت له طب انا مش مصدق الكلام ده. قال لي طب انت الطفل بيكذب؟ قلت له لا طبعا الطفل ما بيكذبش. قال لي طب خلاص هنجيب طفل. جبنا طفل فعلا. الطفل ده جه، عمل له ورقه حطها على عينه هنا كده في الجزئيه دي كده. قال له قول لي ايه اللي تحت؟ في ذهب، في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. هو الطفل بقى يتكلم. ايه كذا وكذا؟ انا حد بس المعرفة. قال لك في حاجات نايمه اطوال، في قطع ذهب واقفه، في الطفل هو اللي بيتكلم؟ الطفل هو اللي بيتكلم. اه. قال لي صدقت حضرتك؟ قلت له بصراحه الطفل ده تبعه يعني، هو اللي جايبه؟ لا اه. للاسف لا. اه. يعني لو كان هو اللي جايبه كنا قلنا متفق معاه، بس الطفل ده طفل من عندنا احنا. اه. يعني قال لك هاتوا انتوا اللي يعجبكم. الطفل ده ما يعديش سن لحظة. 11 سنه. وانت لما الطفل هو بيتكلم وقال لك في كذا وفي كذا، ما انت قلت كده في اطوال وفي حاجات والكلام ده، انت الطفل بعد ما فاق او بعد ما شوف بعد ما فوقه، كلمت الطفل ده تاني؟ لا طبعا ما اتكلمتش معاه تاني، لان خلاص هو اتكلم قدامي مره خلاص. عمل نفسه ان هو مش فايق او فايق او كلام من ده؟ لا 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 ولا اي حاجه خالص. هو الطفل اللي بيتكلم عادي خالص. تمام. وبعدين؟ بعد كده طب عايزين نشتغل، مفيش مشاكل نشتغل. طب انا عايز بخور مثلا 50,000 جنيه. بخور ب 50,000 جنيه؟ ده مثل. لا احنا عايزين الحقيقه. قال لك بخور ب اول 50,000 حاجه قال جنيه؟ لك احنا عايزين حاجات هتخش في 25,000 جنيه. حاجات زي ايه بقى؟ زي بخور، كتب ورقه خد انتوا هاتوها. حلو. طبعا الورقه دي مش موجوده اساسا، والاسامي اللي هو كتبها مش موجوده، عشان هو يجيبها. عشان هو ياخد من حضرتك الفلوس وهو اللي يروح يجيبها. دي اول حاجه. دي اول حاجه. ففعلا بعد ما سحرك زي ما انت بتقول. يعني ده بعد ما سحرك زي ما انت بتقول. بالظبط كده. ففعلا بعد كده رحنا يعني خلاص احنا مش لاقيين الحاجه دي. طب خد انت هات يا عم، ما هو في ثقه بقى، ما انت جبت لي طفل يتكلم. ايوه صح. قلت له لا خد انت الفلوس، انا مش هلف على رجليا. يعني ايه اللي يخليني اتعب في نفسي طالما انت بايدك الحاجه دي؟ تمام. بعد كده خلاص هو خد الفلوس. بيجي بعد كده بيشتغل متر 2. العمال طبعا تبعه، خدوا ادفنوا لي الحته دي. الحته دي بتبقى عباره عن انتيكه اللي بتتباع في الحسين. بتدفن. بيجيبها مثلا، بيعملها بطينه وبتاع وبيحطها في الارض وكانها مثلا، وكانها موجوده بقالها فتره زمنيه. فبيجي طبعا العامل وانت موجود بيبقى عارف ان انت جاي النهارده او جاي بكره. بيقول لي العامل شغال هنا وده شغال هنا وده شغال هنا. طب ماشي. تلاقي العامل. ثواني، العمال دي تبعه؟ العمال طبعا تبعه. مش تبعك انت اللي جايبهم وانت لا بتقول لا. لا هو تبعه؟ لا 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 تبعه هو. ماشي. فطبعا العامل بيجي مطلع القطعه دي في وقت ما هم متفقين مع بعض. انت بس عينيك تبرق بقى. خلاص بقى شكرا كده، انا كده صدقتك كده بقى كده خلاص. انا كده قلبي اطمئن ان انا اكمل معاك المشوار. سؤال، اكتشفت بقى ان هو نصاب امتى؟ بعد فتره طويله. طويله؟ يعني ما خدش ال 50,000 وجاب البخور وبعد كده دخلت في رقم كبير يعني. كام؟ يعني زي 450,000. قعد يسحب منك من 50 ل 100 ل 150 لغايه 450,000 جنيه؟ لغايه 450,000. وانت ما فوقتش؟ طبعا فقت بعد فتره. بس انا عرفت ان انت بعت عربيتين بتوعك. فعلا بعت عربيتين. عشان المشوار ده الاثار؟ عشان مشوار الاثار. يعني انت بعت عربيتين وكنت فاتح سوبر ماركت صح؟ كنت فاتح سوبر ماركت برضه. قفلت السوبر ماركت وبعت العربيتين وخسرت 450,000 جنيه. واللي عرفت برضه انت برضه قلت لي واحنا قاعدين قبل الحلقه، قلت انك خدت كارد عشان الموضوع ده. واخد كارد فعلا. شراب بيه كان عليا كام حاجه كده لحد اقدر اسدد بيها الناس. يعني يا راجل 450,000 جنيه وكارد وعربيتين ولسه مصمم انك تكمل المشوار ده؟ لا انا مش هكمل المشوار ده لو خلاص المشوار ده اساسا ترك من دماغي. وزي ما انتم شايفين دلوقتي يا جماعه، عندنا المقبره اللي احنا شايفينها دي عمقها اكتر من 40 متر مفحوره علشان
تجاره الاثار او بيفحروا على الاثار اللي احنا عايزين، وجايين اكتر من 40 كيلو في وسط الصحراء عشان نشوف بس التنقيب على الاثار زي ما انتم شايفين دلوقتي كده. ومعانا استاذ كريم اللي هيوصف لنا بالظبط ده تنقيب عباره عن ايه، يعني ايه ده، ايه الحفره اللي اكتر من 40 متر دي ليه؟ والله نقدر نقول على الدجال، مش هقول عليه شيخ يعني لان حرام عليك كلمه شيخ، ان هو قال لك هنا في اثار تمام. وخلى العمال تفحت وتنزل وتعمل وسحب فلوس. سحب فلوس يجي في وسط الصحراء دي كلها، ودخلنا من اكتر من 40 كيلو من على الطريق الرئيسي لغايه هنا عشان يفحروا هنا ويطلعوا. انا عايز افهم بقى يعني هنا اشمعنى بعد 40 كيلو من جوه الجبل يقول لك ان الحته دي فيها اثار؟ والله بقول لك ان هو الجن اللي معاه هو قال لك هنا فيه. الجن جابوا 40 كيلو جوه الجبل لغايه هنا في وسط اسيوط، طريق اسيوط، يقول لك هنا فيها اثار. هو ده اللي حصل، وبالفعل انا جبت حضرتك لحد هنا عشان تصور وتشوف بنفسك. والعمق ده كله اتفتح ازاي ده؟ عن طريق العمال. خايفين واحنا داخلين 40 كيلو طبعا. من جوه في الصحراء زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. وادي الصوره كمان احنا مصورين دلوقتي بكشافات عربياتنا، مصورين بكشافاتنا عشان انتوا عارفين الطريق. زي ما انتم شايفين كده 40 كيلو لغايه هنا عشان نوصل للمكان اللي الناس بتبدا تفحر فيه. واكيد ان هم مش هيفحروا في اماكن قريبه من البشر، او اللي هينصب او الشخص الدجال ده مش هيجي في حته فيها ناس وفيها بتاع عشان يقدر ينصب. هيجي طبعا ياخد الناس في حته زي جبل مقطوع او حته زي كده، ويدخل في الجبل 40 كيلو عشان يبدا يفحر ويقنع الناس ان هنا فعلا في اثار، ويبدا يشوفوا بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وبعد ما شفنا النماذج الكتير اللي احنا شفناها النهارده وشفنا المجالات اللي احنا جرينا فيها، ما كانش ينفع نعدي الموضوع ده بالساهل، وكان لازم ناخد راي الدين في الموضوع وناخد حكم التنقيب عن الاثار. ومعانا الشيخ رمضان عبد الحميد، فهنبدا يجاوبنا على السؤال ده. مساء الخير يا شيخ. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. ممكن بقى تجاوبنا على السؤال اللي كل الشباب بتفكر ان فعلا الموضوع ده اذا كان حلال اذا كان حرام بيحللوا لنفسهم ليه اساسا؟ ماشي. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد. مشاهدي الكرام، الحقيقة ان الموضوع ده شغل ناس كتير جدا وخاصة الشباب، واحنا النهاردة في امس الحاجة لجهد الشباب ان يبذل من اجل الوطن، من اجل بناء صرح عظيم في الوطن، من اجل النهوض بالوطن والسعي لتعمير الكون واظهار قدرة الانسان اللي ربنا سبحانه وتعالى استخلفه في الارض. وقال الله متباهيا بخلقه للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فقالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فأجاب الله سبحانه وتعالى على الملائكة فقال إني أعلم ما لا تعلمون. أيها الشباب، إن الله سبحانه وتعالى قد أمر الناس جميعا في هذه الآية المباركة أن يسعوا في الأرض، حيث قال في سورة الملك فاسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أما أننا في هذا الزمان زي ما شفتوا في التقرير دلوقتي الشباب اللي ضيعت عمرها وضيعت نقول نفسها برضو وضيعت فلوسها علشان ايه؟ عشان الوهم وعشان الخيال. شباب زي دي اللي ضيع عمره، والتاني اللي سافر بره واتغرب ورجع عشان يضيع فلوسه اللي هو عملها، مع انه كان بيكسب كويس جدا، بس هو شايف ان المكسب ده مكسب قليل، بس بعد كده حس ان المكسب القليل هو اكتر بكتير من المكسب الكبير. وحاولنا برضو ندخل شيوخ وعلماء الدين يقولنا يعني ايه يا جماعه دلوقتي، هل التنقيب على الاثار حرام ولا حلال؟ هل لو انا دلوقتي لقيت في بيتي اثار دي بتاعتي من حقي ولا لا؟ لان احنا كل واحد بيحاول يحلل ويحاول يحرم على مزاجه، ده لو لقى عنده حاجه او حتى بيجري ورا الوهم والسراب. وحبينا ان احنا لازم نسال اهل العلماء في الحكايه دي كلها عشان نعرف موضوع الاثار وايه الموضوع في التنقيب اللي الناس كتيره بتشتغل بيه وشايله الموضوع ده في دماغها كويس جدا. وقلنا لازم ندخل معانا ناس بتفهم جدا في الموضوع ده، ومعانا مدير متحف امين حطب بسقاره الدكتور ممدوح فاروق. ازيك يا دكتور، اخبار حضرتك ايه؟ اهلا اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا دكتور، اخبار حضرتك؟ منورين دايما. ربنا يخليك يا رب. دكتور انا كنت بسال حضرتك بس يا دكتور، مع ان حضرتك يعني ما شاء الله عليك، يعني دراستك في عالم الاثار وتاريخك المشرف ده يا دكتور. حضرتك دلوقتي يا دكتور بالنسبه للناس اللي هي يعني خصوصا اللي هي بتنقم في المنازل، تمام،
الناس دي يا أيوة. دكتور، الناس دي ايه الموضوع زادت قوي ليه كده؟ بص حضرتك، الموضوع ده مهم جدا، لان في عندهم فكره الثراء السريع. مش عايزين يتعبوا، مش عايزين يجتهدوا. كل واحد عايز يلاقي كنز تحت بيته ويبيعه. المشكله كلها بقى ان هم يقعوا في مشاكل كتير لما حد بيحفر في الارض، لان الارض اصلا في طبيعتها ممكن تبقى رمليه، ممكن تبقى طينيه، وفي مياه جوفيه. يعني حتى هو لو بينزل بيحفر ممكن يلاقي مشكله كبيره، ينهار العقار كله. ودي برضه اي حاجه حصلت قبل كده في كذا مكان. تمام. الفكره كلها توجه الناس للحوار ده، تمام، ان هم عندهم هوس ان الاثار دي ملكهم. وطبعا ده طبعا بالظبط. كلام خاطئ، لان دي اصلا ملكيه للدوله. عشان يبقى احنا لازم يفهموا الكلام دوت. الناس بتحفر بدون اي وعي، عايزه تبيع وتشتري وعايزه تعمل كل حاجه. وطبعا ده بيعرضهم لمشاكل كتيره جدا جدا جدا. اولا مش كل حاجه يلاقوها في الارض ممكن يلاقوا تماثيل. يعني الارض اصلا المصري القديم لما جه بنى، عمل مقابر، عمل مستوطنات، وعمل حاجات كتيره جدا ومساكن، وعمل معابد. فممكن يحفر وما يلاقيش اللي هو بيدور عليه، وفي الاخر هو ممكن يعمل تحت الاساس، يبوظ الدنيا في الاساس والبيت يقع. وده حصلت في كذا حته، لان طبيعه الارض بتختلف من اه مكان لمكان. طبعا اذا كانت رمليه او طينيه او حاجه زي كده يعني من خلافه فبتفرق بالظبط معاهم. كده. فطبعا اي حد هتتكلم معاه يقول لك انا عندي تحت بيتي كنز بيحصل. وانا حلمت وفي رؤيه جات لي وجات لي البيت والكلام ده كله. الكلام دوت انا بقى يعني بسمعه تمام كتير جدا جدا. تمام. تمام. ولقينا اوضه مليانه اكتر من حوالي 200 300 حته، وملكيه وذهبيه. الكلام ده كله كلام فارغ، لاني اصلا معظم المقابر او معظم الحاجات تم تنقيب عنها وتم سرقتها في عصور قبل كده. فلما بنلاقي حاجه زي كده في اثناء الاكتشافات ممكن نلاقي حاجات بسيطه مش كتيره. تمام. فهو فاكر ان هو يلاقي اوضه مقفوله والكلام ده كله فيها كنز. الكلام ده هو مش فاهم اه ان طب ممكن يلاقي حتى لو لقى حاجات بسيطه جدا. طب يا فعشان دكتور، كده اتفضل يا فندم. استاذنك يا دكتور، انت حضرتك شايف ان الموضوع ده زاد ولا قل في الفتره الاخيره دي؟ لا، ما بقلش، بيزيد بيزيد صح؟ بيزيد بيزيد. اه الناس يعني كتير جدا جدا بتجيب شيوخ، بيقال عليهم شيوخ طبعا. بالظبط وطبعا بيقولوا بيوهمهم ان في حاجه تحت الارض، ان هم اتصلوا بالجن وبيعرفوا صح. وبيشوفوا. وطبعا ده يعني انا لما حد بيحكي لي حاجه زي كده بضحك. اقول له ايوه هو صح. طب هو عارف ايوه. قادر ان الجن بيعرف معلومه؟ لا اوكي. لا ما اعرفش. ولا هيحملك يا يحمله دكتور المكان؟ يا دكتور انت تعرف يا دكتور الشاب اللي احنا جبنا النموذج عنه من شويه ده، انا اه عايز افهم حاجه. لو هو بيتكلم بيقول لك الشيخ ده اللي هو بيجي بيقول لك ان هنا في اثار، اه وتلاقي راجل غلبان بيقول الكلام ده، طب هو ما جابش الحاجات دي لنفسه ليه؟ يعني هو ضحك على الناس ليه؟ ما جابش ليه لنفسه بقى هو راجل يعني ملياردير زي ما بيقولوا يعني. ما انا اقول انت لحضرتك فاهم على اللي حاجه؟ بيحصل. هقول لك على اللي بيحصل. اه اللي بيعمل لما نظرنا إلى الشباب الذي يريد أن يصبح من أغنى أغنياء أهل الأرض بدون سعي وبدون جهد وبدون أن يكون له في بصمة في إعمار الكون، فهذا والله مقياس ضئيل. أرى أن الدين يحارب مثل هذه الأفكار ولا يأخذ بهذه الآراء. وإني أناشد الشباب أن يسعوا إلى العمل، وأن يوجدوا لأنفسهم مكانا في العمل. أما أنك تسعى لاستخراج الآثار والسعي وراء هذا الأمر، فإن هذا الأمر لم يحفز الدين على فعله، ولم نجد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام بهذا العمل. وقد كان القدماء من قبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمة الإسلام هي خاتم الأمم وآخر الأمم، قبلها أمم سبقت كثير. لم ينقب عمر بن الخطاب ولا أبي بكر الصديق ولا علي بن أبي طالب ولا عثمان بن عفان عن الآثار، لم يبحث هؤلاء الجهابذة، إنما كان همهم العمل والشغل. وهذا هو منهج الإسلام في تأصيل مبدأ العمل عند الإنسان، والله أعلى وأعلم. طيب حكم الدين في التنقيب عن الآثار ده تقول عليه ايه؟ أولا بالنسبة لحكم الدين في التنقيب عن الآثار، أن الدين حرم مطلقا التنقيب عن الآثار،
لما في ذلك من تهلكة. طيب دلوقتي احنا عايزين نعرف يا شيخ بالنسبه لرايك في فتوى الركاز، والاول بس عايزين نعرف الناس يعني ايه ركاز. أولا معنى الركاز، معنى الركاز في الإسلام هو دفين الجاهلية، وهو الذي ورد في نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس. والمقصود بالركاز هو المال المدفون. والمال عند قدماء العرب كان بين أمرين، الورق وهو الفضة والذهب، وهذا هو المقصود في معنى الركاز. فالركاز هو المال المدفون وليست الآثار. هناك خلط في المعالم، الناس يخلطون بين الركاز وبين الآثار، وهذا طبعا من المغالطة. الركاز المقصود به المال فقط، أما الآثار لم تكن في داخل موضوع الركاز، وليست منه لا جملة ولا تفصيلا. طبعا يا شيخ انت سمعت كتير عن حاجه اسمها لعنه الفراعنه، صح؟ طيب هل الجن ليه علاقه بقصه لعنه الفراعنه دي؟ في الحقيقة أن الجن من الأماكن التي يسكنها الجن هي المقابر، ومما ورد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حكي له أن هناك شابا دخل لينام على سريره فصرع فمات. فلما حكي ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب ليراه بنفسه ويعاينه بشخصه، فقال صرعه الجن، أي قام بقتله. فهذا يدل ويؤكد على وجود ما يسمى بلعنة الفراعنة أو ما شابه ذلك. يا على المشوار ده، فعلا مشوار بيسحب صاحبه للسراب. قصص كتيرة جدا ما بين معاناة وحسرة، وفي الآخر يشتروا الوهم بإيديهم، وفي الآخر هم اللي دفعوا فاتورة مشوارهم اللي أصروا يمشوا فيه ويكملوا. اللي نعمل نفسه شيخ وبيحفر بيحط معاه حاجه تمثال مضروب في معاه في جيبه، وبيقوم يرمي لك الحاجه اول ما يحفر، يقول لك هات لي بخور وهات لي حاجات ب 10000 جنيه وهات لي مش عارف ايه، تمام. وبعد كده يقوم رامي لك البتاع ديت في المكان، يقول لك دي هديه المكان. وطبعا الكلام ده كله كلام احنا اصلا عارفينه ان مفيش حاجه اسمها كده يعني، تمام. فالناس تتوهم ان فعلا الحاجه ديت لقوها، وطبعا بيقنعهم بكده، فممكن يبتزوهم في سحب اي مبلغ هو عايزه، وما بيدفعوا له للاسف في الموضوع ده. طب حضرتك يا فندم، مع انك مدير متحف أمنحتب بسقارة، حضرتك انا عارف المتحف ده ورحته قبل كده، وهو يقرب من هرم سقارة ويقرب من متحف مفتوح بتاع مترهينة، صح؟ بالظبط. ويفصلهم طريق المروطية. بالظبط. مع ان المنطقة دي مكدسة بالناس كتيرة جدا، وفيها ناس كتيرة جدا قاعدة حوالين الآثار دي. حضرتك الأطفال بقى هنا هل ليهم دور في الموضوع؟ انا سمعت واستغربت انهم بيستخدموا الأطفال في الحاجات دي يا دكتور. موضوع دوت احنا قبل كده كنا عاملين مبادرات للتوعيه للسيدات والاطفال. لما كنت شغال قبل كده في مكتب وزير السياحه والاثار، لما كنت مسؤول برامج التطوعيه، اشتغلت فتره سنتين يعني. فلما جينا عملنا زي مبادره في دهشور، لقينا افكارهم في اختلافات غريبه، ومش عارفين حاجه عن الاماكن الاثريه اللي هم فيها. تمام. زائد ان هم بيستخدموا فعلا الاطفال في فكره معرفه الجن وحاجات دي كلها. استوقف حضرتك عند الحته دي يا فندم برضو، حتى في التقرير لو انت حضرتك كنت متابع معانا في التقرير، الشاب اللي هو كان موجود معانا بيقول لك ان الشيخ بيجيب طفل ويبص على المكان ده، والطفل بيقول له ايه اللي موجود تحت. وسالته سؤال، قلت له الطفل ده من تبعكم، يعني من طرف الشيخ ولا من طرفكم؟ قال لك لا، اللي مستغربه ان هو من طرفنا احنا. ويبدا الطفل يقول له ايه اللي موجود تحت هنا. ده ايه ده يا دكتور؟ ده حرام، ده حرام جدا وشرك، وده حاجه غلط. الاستعانه بالجن، الحاجات دي كلها في الاعمال دي حرام. حرام حرام. ده الحاجات دي اصلا كارثه، دي كارثه كبيره، كارثه كبيره ان انا بستعين بغير الله في حاجه زي كده، ان هو بيستعين بجن ويعرف عشان ده دجل ونصب يعني. الناس دي اصلا بتتقبض عليها، وشباب بتضيع يا دكتور، شباب بتضيع وفلوس بتضيع يا فندم. ممكن كمان ناس تدفن، ده في بيضحوا بعض، ممكن يقتلوا بعض اثناء برضه في قصص احنا قابلناها كده. فممكن يقول لك ايه، يقول لك المكان ما فيهاش غير بالدم، وممكن يقتلوا بعض علشان خاطر اللي يقول لك ايه، ده فديه
او كبش فدا للجن. الكلام ده يا فندم عارفينه، لكن للاسف ده قله وعي، دي مشكله كبيره احنا بنقابلها يعني. طيب دكتور استاذنك، دور هيئه الاثار بقى والوزاره في يعني في تقليل الموضوع ده، يعني ايه بقى هنعمل فيه ايه ده، ولا بتعمل ازاي؟ بص يا فندم، الموضوع دوت ليه شقين. الشق الاولاني التوعيه، لازم نعمل توعيه للناس اللي موجودين في المناطق المحيطه بالمناطق الاثريه. انا الكلام دوت اتكلمت معاهم، مع طلبه ومع ناس شغالين عندي في المتحف، قلت لهم احنا عايزين نعمل توعيه للناس الموجودين، نعرفهم بقيمه الاثر اللي هم عايشين حواليه والتراث اللي هم ورثوه من اجدادنا. دي اول حاجه، ده جزء ثقافي يعني، ده شق ثقافي. الشق الثاني طبعا ده بتقوم بيه وزاره الاثار والسياحه، وبتقوم شرطه السياحه والاثار في موضوعات التنقيب العشوائي، تمام، في الاماكن الاثريه. طبعا الكلام ده كله لازم برضو نطبق القانون عليه بشده، ما ينفعش التهاون فيه، مشكله كبيره، وعلى فكره بتسبب مشكله للناس اللي حوالي، بتسبب مشكله طبعا. بص يا فندم، اقول لك على حاجه، انا راجل اشتغلت مفتش اثار فتره طويله جدا. لما حد بيعمل حفره فوق طبقه ارضيه لوزج مفككه، وهو اصلا المفروض مفكوكه، المياه الجوفيه اصلا في الاماكن ديت جنب الترع، دي مشكله كبيره. ولما بيحفر الاساس اللي تحت البيت والمكان ده بيتعرض للتهويه والخلل، تمام. ولما يشفط المياه الجوفيه اللي تحت الارض، الاساس البيت اصلا على فكره بيحصل له خلل. على الهواء كلهم بيبحروا على الهواء. بنشكر حضرتك التمثال اللي هو بتاع رمسيس الثاني اللي لقوه الكتله اللي هو نص تمثال في المطريه من فتره طويله، تمام، كان متغرق بالمياه الجوفيه، وما يقدروش يسحبوا المياه الجوفيه علميا، ما اقدرش اسحب المياه الجوفيه من تحت الارض علشان ما يعملش خلل في البيوت اللي حوالين المكان، صح، تمام. فطبعا الحاجات دي كلها بيجيبوا مواتير، بيحصل تصديع في الاساس يا دكتور على طول. بالظبط كده. بنشكرك يا دكتور على مداخلتك الكريمه دي معانا، وان شاء الله بنرحب بحضرتك. طبعا في حاجه تانية يا جماعه، انا يعني مش عارف، يعني متضايق منها جدا بالنسبه دلوقتي، ان موضوع الكورونا اللي احنا فيه دلوقتي حاليا، هل موضوع الكورونا ده بيوقف الموضوع بتاع الاثار؟ لا. انا استغربت في حاجه، يعني سنه 2019 كان يعني نقول اجمالي عدد التنقيب في المحاضر اللي الناس اتمسكت وهي بتعمل تنقيب في الاثار وبتفحر الاثار كان حوالي 4150 او حاجه زي كده، 4150 شخص اتقبض عليهم. طيب سنه 2020 كام شخص؟ بس على فكره من اول مارس لغايه نوفمبر، شوفوا كام شهر دول، اتقبض على كام؟ 8150 شخص، ده في فتره كورونا. يعني حاجه، وغير كده كمان يعني شهر اغسطس بس اللي اتقبض عليهم حوالي 4350 حاجه زي كده، ده من احصائيات وزاره الداخليه، وده الاحصائيات اللي احنا شفناها دلوقتي. ومعانا المستشار هيثم شوقي، مستشار قانوني. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. اخبار حضرتك؟ ازي حضرتك يا فندم؟ فندم طبعا انت سمعت عن موضوع التنقيب على الاثار اللي زاد الفتره الاخيره دي بشكل مريب يعني، تمام؟ زاد جدا الفتره الاخيره طبعا. يا فندم احنا في ناس كتيره قابلتها وانا بعمل التقرير، الناس تجهل بالقانون في موضوع تنقيب الاثار ده. حضرتك ممكن تعرفنا يعني عقوبته ايه؟ بص يا فندم، اكد القانون ان عقوبه التنقيب على الاثار هي جريمه جنائيه، تمام، وعقوبه الحبس فيها بالسجن مده لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، وبغرامه لا تقل عن 500,000 جنيه ولا تزيد عن 1,000,000 جنيه. وكل من سرق او يعني اي جزء متعلق باي اثار متعلقه بالبلد يعاقب بالحبس، وهذا جرم جنائي. وكان طبعا في بعض الاتاحات وبعض التقارير المتعلقه بالاتاحه للتنقيب عن الاثار، لكن طبعا ده بيرجع لتراخيص معتمده من الدوله، وطبعا بيبقى لابد لا يكون لها جزء يعني متعلق باثار الدوله او ما الى ذلك، لكن طبعا القانون بيجرم التنقيب عن الاثار وبيشدد العقوبه الجنائيه. طب ده حضرتك بالنسبه على التنقيب، طب اللي اتمسك بالاثار فعلا؟ اتمسك بالاثار فعلا؟ بالسجن المشدد. السجن المشدد؟ طبعا يا فندم. يا فندم الناس يعني الناس كل ما بتكلم حد يقول لك لا انا ما يعني مش فاهمين القانون اصلا في الحاجات دي كلها، ومش عارفين خطورته ايه، وازاي ان هم اصلا ماشيين فيه ورا طريق بقى، يعني ناس زي الصحراء والجن والكلام ده كله، وما يعرفوش عقوبه الحاجات دي كلها. طيب حضرتك انا كنت عايز بس اسال سؤال حضرتك بالنسبه للناس اللي هي بتحاول بقدر الامكان تجري على التنقيب ده من غير ما يعرفوا القانون، تحب حضرتك تنصحهم بايه؟
بص يا فندم، ده عن طريق الإسراء بلا سبب. تمام. احنا طبعا اي حد عايز يسري بلا سبب ومن غير تعب وجد، طبعا انت عارف في ناس كتيره جدا الشيطان بيبقى بيراودهم ان هو هيبقى معاه فلوس ومعاه أيوة. ملايين في يوم وليله وهيوصل، وطبعا من غير تعب ومن غير ما يكون عنده اي اليات ان هو يكون شخص مجتهد في المجتمع وبناء في المجتمع، فبيدور على اقصر طريق ان هو الاثار، والاثار بلده دي طبعا هو يعرف قيمه الحضاره وقيمه الاثار وقيمه دي، يعتبر خيانه للوطن. اي شخص يعبث بالاثار ويعبث بالحضاره المصريه ده شخص لابد ان يعاقب العقوبه الجنائيه يعني المقرر لها في القانون الجنائي. فانا بنصحهم طبعا ان يكون له مصدر دخل مشروع، ويكون يعمل على اي ابلاغ لاي تنقيب عن الاثار المصريه، وهذا وفقا للاخلاقيات المجتمعيه. ما ينفعش ان انا اكون عايز اوصل او عايز انجح بدون سبب بس. صح. بشكر حضرتك يا فندم على المداخله دي. في حاجه وانا جاي ما كنتش لازم اسيبها. جاي على مدينه الانتاج هنا عشان اسجل، لقيت شاب واقف بعربيه في عز الشمس وعنده مكنه صغيره بيحاول ان هو يكسب منها. سالته انت بتكسب كام؟ قال لي بكسب من 100 ل 120 جنيه في الشهر، في اليوم. الشاب ده مجتهد، وعرفت ان هو منين بقى كمان بالاصح، ان هو من الاقصر، يعني بلد الاثار. وسالته حد عرض عليك الكلام ده قبل كده وانت اصلا من بلد الاثار؟ لان الموضوع بتاعنا بيتكلم عن كده. قال لي كتير جدا اتعرض عليا حاجه زي كده. طب انت عملت ايه؟ قال لي لا طبعا انا عندي المكسب ده وانام بالليل مرتاح، اهم كتير ان انا حد ياخدني في الاتجاهات الغلط دي كلها. الشاب ده قلت لازم اصوره بالموبايل بتاعي، ولازم ان انا اشوف قصته عامله ازاي. نشوف قصه الشاب ده ونرجع لكم تاني. مساء الخير، اخبار حضرتك ايه؟ طيب انا شايفك دلوقتي وانت جاي كده وما شاء الله واقف على العربيه هنا عشان تاخد كوفي او اي حاجه تشربها على الصبح يعني. تمام؟ طب تقولي للشباب اللي هي واقفه يعني في عز الشمس وفي التعب، واقفه عشان تجتهد عشان تكسب اقل مكسب تقدر تشتغل بيه. اقول لهم طبعا ربنا يقويكم، وهم بيسعوا على يعني بيسعوا في الرزق احسن ما يقعدوا على القهوه او احسن ما يعملوا حاجه غلط. وهم اللي بيعملوه ده برضك حاجه حلوه، يعني حاجه الشاب بيعرف يجيب فلوس احسن ما يقعد على قهوه او يلف يعني في حاجات ملهاش لازمه. فهو كده حاجه جميله جدا يعني، وربنا يرزقه طبعا. امين يا رب. طب انت بتشوف الشباب اللي هي دايما وهي ماشيه يبقى هو بادئ طريقه صح، وبعد ما يبدا طريقه صح يجي واحد تاني واخده يقول لك ايه، تعالى مثلا اتجه على مثلا اخدك على طريق اثار او عندي بتاع او عندي مصاريف. لان احنا كان عندنا لسه يعني في تقرير دلوقتي مذاعينه، واحد خسر 500,000 فلوس، خسر 2 عربيه، خسر شقته، خسر السوبر ماركت بتاعته، وبعد ما اتغرب بره وتعب جه هنا. انت عارف بقى اللي يقول لك انا عندي اثار انت هتتفرج عليها تعالى مش عارف ايه والكلام ده كله. كل الشباب بقى لا بتبدا صح وبتجتهد وفجاه تضل الطريق بتاعها في ناحيه ثانيه. طبعا انا اقول للراجل اللي بيشتغل على العربيه ده طبعا ده احسن من اللي عنده اثار، لان دي اثار بلدك، وشغل ملوش لازمه اصلا. شغل الاثار ان انا عندي اثار والكلام ده، ومفيش حد بيعرف يجيب اثار برضك، لان ده شغل نصب. تمام؟ وده داير نصب. لكن ده شغلانته كده احسن طبعا بكتير جدا. وما يعني وكل واحد ليه دماغ برضك وليه تفكير. مش يجي واحد يقول لك مثلا تعالى انا عندي اثار والكلام ده كله شغل نصب، مفيش الكلام ده. وزي ما احنا شفنا قصه عبد الرحمن وقصه النجاح اللي هو واقف عليها وبيشتغل عليها، والنهارده بيقعد طول النهار علشان يدور على المكسب بتاعه الصغير اللي هو بيرضيه. فما كانش ينفع نمشي من هنا وما نديلوش هديه رمزيه. وطبعا قناه الشمس راحت مطلعه ليه هديه رمزيه علشان اجتهاده اللي احنا شايفينه. واتمنى ان كل الشباب تكون زيه، علشان احنا كل شاب واحنا ماشيين هنلاقيه مجتهد هنقف جنبه وهنديله هديه رمزيه او هديه معنويه. المهم لازم نكافئه باي حاجه، وقناه الشمس متبرعه بالحاجات دي. طبعا معانا عبد الرحمن، دي هديه صغيره من قناه الشمس ليك، واتمنى ان هي ان شاء الله تعجبك. وانا عارف ان انت مقامك اكبر من كده بكتير، بس الفتره اللي جايه عايز اشوفك احسن ناس ان شاء الله يا باشا، وربنا يكرمني دلوقتي
مشروعنا يكبر الحمد باذن الله. توعدنا ان شاء الله تبقى مجتهد وتمشي في المجال ومفيش حاجه تاثر عليك. لازم، ربنا بيقول لك اسعى يا عبد وانا اسعى معاك، وانا ماشي بالمثل ده، لازم اسعى عشان ربنا يكرمني. محترم 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 ودؤوب على شغله وربنا يوفقه يا رب. زي ما شفنا التقرير دلوقتي، شفنا الناس النموذج اللي عايز ينجح واللي عايز يشتغل وما يبصش للمكسب السريع، بيبدأ يبص للمكسب الصغير جدا. خلي بالك لازم تتعب جدا عشان ترتاح جدا، محدش بيرتاح عشان يتعب. لازم تشتغل ولازم تجتهد. وخلي بالك الفرصة بتجيلك صغيرة جدا وانت اللي بتكبرها، الفرصة انت اللي بتسعى لها، ما تستناش ان الفرصة تجيلك. وعايزكم ان شاء الله تتابعونا كل يوم 4 على برنامج مشوار.